السمنة والآلام المزمنة. هل تعلم إن الوزن الزائد على الميزان مش مجرد رقم؟ هو حاجة كبيرة جدا، هو حمل تقيل ومستمر كتير جدا على عضلاتك وعلى المفاصل وعلى العظام. يلا ندخل نشوف حلقتنا. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا مع دكتور هبة. النهارده هنتكلم عن حلقة مهمة جدا، وهي متلازمة الوزن الزائد والآلام المزمنة. الاتنين مرتبطين ارتباط جامد جدا ببعض، وهنشوف حلقتنا النهارده هنتكلم عنها. يلا. السلام عليكم، عامله ايه يا حبيبتي؟ مش عارفه عامله الدرجه دي ليه؟ الدرجه دي متعبه قوي. عامله ايه يا حبيبتي؟ بقول لك والله جايه بخاطر يا بنتي. والله عامله ايه؟ اخبارك؟ هقعد بقى. مش قادره اقعد. يا حبيبتي. ماما وحضرتك بتقولي ايه؟ مش قادره اطلع على رجليكي؟ ما ليكي حق يا ماما، تخنتي جدا جدا، بقيتي زايده، وزنك زايد قوي يا ماما. نص كيلو ايه يا ماما اللي بتتكلمي عليه؟ انت فاهمه يعني ايه نص كيلو في الجسم؟ يعني 2 كيلو على ركبتك يا ماما. زي ما واضح قدامنا دلوقتي، دي حاله مش عارفه تطلع السلم، او مش قادره تطلع السلم، مش قادره تطلعه، لان هي عندها التهاب في المفاصل. نتيجه ايه؟ نتيجه السمنه الزايده. النص كيلو في الجسم ب 2 كيلو على الركبه، يعني لو زدنا نص كيلو بس هنزيد 2 كيلو على ركبتنا. هتعمل ايه؟ هتعمل التهاب في المفاصل، هتعمل الم في الركبه، هتعمل خشونه. دخلنا في مرحله تانية احنا مش حابينها، مش تبقى حلوه. يلا نكمل. هو ايه اللي انت بتقولي ده يا بنتي؟ انا والله ما قادره ارفع ظهري يا بنتي، والله تعبانه قوي، ظهري وجعني وركبتي ورجليا ومش قادره. هو ده عشان انا تخنت شويه وانا قاعده بقى مش بعمل حاجه، بكسل اعمل اي حاجه، مش قادره يا اختي، مش قادره والله. يا ماما هيحصل كده؟ انا حضرتك ما بتسمعيش الكلام، وانا قلت قبل كده يا ماما، حضرتك قلت لحضرتك قبل كده نظمي اكلك، اعملي عاداتك صح عشان يبقى نظامك صح. احنا طول ما احنا عاملين عاداتنا غلط يا امي هنعمل نظامنا غلط يا حبيبتي. يا ريت نركز مع بعض على العادات قبل النظام. انت بتقولي ظهرك وجعك يا ماما، يا حبيبتي ما هو الظهر اللي وجعك ده برضو يعني بيأثر على القطنيه. القطنيه ده العمود الفقري، من تحت بيمشي رجلينا. القطنيه دي هي العباره بتمشي عليه، احنا بنمشي رجلينا من العمود الفقري. يا ماما يعني انا هوريكي صوره دلوقتي يعني بشعه جدا. لو شفتي مثلا منظر حضرتك بالتخن ده، والعمود الفقري عندنا شكله ايه، بالركب بركبتك الاثنين شكلها ايه، بمفاصلك بعضلاتك، هتتخضي يا ماما. كده احنا شايلين يا ماما. ده انت كل ثانيه بتتعبي، انت ممكن تخشي معانا في مرحله خشونه وغضروف او انزلاق غضروف، حاجات كتير قوي يا ماما، وده مش صح يا حبيبتي. لازم تتحركي، لازم تمشي، لازم تعملي كل حاجه انا قلت عليها. العادات قبل النظام يا امي، زي ما انا قلت، العادات قبل النظام. الحاله معانا ممكن تخش في انزلاق غضروفي او التهاب في العمود الفقري في القطنيه، وده غلط، وده غلط، اكبر غلط. الصوره دي شايله كتير قوي، يا ريت تفهم الصوره دي كويس جدا. تعالوا نكمل. اسكتي، ده انا عامله لك مفاجاه. ده انا جايبه بيتزا وانا جايه، ظهري بقى ولا ركبتي ولا رجلي. انا قلت اجي انام، اخد المسكن واخش انام، هيريحوني. هنام لي ساعتين واقوم. بصي بقى انا جبت ايه، جايبه لك بيتزا هناكلوها سوا واخش انام بعديها بقى لما ترجعي من الشغل ابقى افوق كده واقعد معاكي شويه نشربوا شاي. ايه يا بنتي في ايدي بيتزا؟ حاساكي بتبصي لي برعب، مش نفسك فيها والله. هو حضرتك بتقولي جايبه بيتزا؟ والله انا تعبت. انا كنت مكلمه حضرتك الحلقه اللي فاتت على العادات وعلى النظام، وعماله اقول للناس العادات والنظام، وفي جايبه بيتزا. وطبيعي امي هتاكليها وهتنام، وهتقومي جعانه وهتاكلي تاني، وهنزيده. بدل النص كيلو ده هيبقى كيلو، هيبقوا 2 كيلو. هنخش بقى بغضروف وفقرات وخشونه. ليه يا حبيبتي؟ يا حبيبتي هي متلازمه صعبه يا جميل، الله يخليكي. مفيش حاجه اسمها هنام ساعتين وتقومي جعانه. وطبيعي هرمون الشهيه يا حبيبتي بيزيد بعد النوم. وانا قايله الكلام ده الحلقه اللي قبل اللي فاتت، قلت هرمون الشهيه بيزيد لو ما نمناش كويس. مفيش حاجه تاخدي مسكن من غير ما تعرفي ايه السبب. تاخدي مسكن انت تخسي، وتاخدي المسكن ماشي، انما ما تخسيش وعماله تاكلي وتاخدي مسكنات، معدتنا هتوجعنا، ظهرنا هيوجعنا، رجلنا هتوجعنا. هو بجد انا هعتزل المهنه عشان خاطر حضرتك. كده على عاداتنا قبل نظامنا. انا كل حلقه بقول كده، حافظ على عاداتنا قبل نظامنا. يبقى في مقاومه انسولين، اوعوا تنسوها. مقاومه الانسولين مهمه جدا. انت حاله متعبه. يعني ايه حاله متعبه يا ماما؟ حضرتك ما تسمعيش الكلام، كل اللي بيحصل ده غلط. الصح اللي انا قلت عليه، العادات قبل النظام. لازم ناكل كويس بطريقه صحيه،
بطريقه بروتين كويس، كربوهيدرات مظبوط، الياف مظبوطه، ومقاومه الانسولين اوعوا تنسوها، لازم تحافظ على كل حاجه. وكل ده مع المتلازمه اللي هي متلازمه المتلازمه اللي هي السمنه المفرطه والالم. الاتنين مرتبطين ببعض ارتباط كامل، لان احنا جسمنا فيه مفاصل وفيه عضلات وفيه عظام بيصرخوا. كلم جسمك بذكاء وخليه لما يجي يفجر الالم يقول لك انا مفجر الالم فين، وتعرف علاجه ايه. قبل ما تعرف علاجه اعرف عاداتك. عاداتك السمنه والالم مشكلتين متلازمتين، لازم نخلي بالنا عن نفسنا. لازم كويس قوي بعادات صغيره وتغييرات صغيره نقدر نحافظ على كل ده. نقدر نحافظ ان احنا ما نزيدش باكل سليم وصحي، وبالتالي مفيش زياده، مفيش الم، مفيش الم على ركبتنا، مفيش تحمل زائد على الظهر او على الركبه او على العمود الفقري او على عضلاتنا او على الكتله بتاعت العضلات بتاعتنا. مفيش اي حاجه. كلنا بنظام مفيش سعرات حراريه زياده. كلنا بنظام مفيش الم في الظهر، الم في عليها. الحل بيكون بسيط قوي، شويه تغييرات في حياتنا هتغير حياتنا خالص. المشي ل10 دقايق بعد كل وجبه ده امر ضروري. ناكله بروتين كويس جدا في كل وجبه. خطوات غذائيه بسيطه وبذكاء ممكن تغير حياتك للأبد، تخليك شخص تاني غير اللي انت عارفه. قبل كده اتكلمت في حلقات قبل كده عن الحرمان، وقلت الحرمان مش هو الأساسي، التوازن هو الحل. لو عملنا توازن في حياتنا مش هيحصل معانا خشونة، مش هيحصل معانا آلام في العظام، مش هيحصل معانا آلام في العمود الفقري أو أي انزلاق غضروفي أو أي التهاب ولا أي خشونة، لأن حاجة بتأدي لحاجة. ولا هيحصل عندنا ألم خالص لو إحنا عندنا سمنة مفرطة، هيبقى عندنا ألم. زي ما أنا قلت متلازمتين مع بعض، لازم نحافظوا عليها كويس قوي. نحافظ على أكلنا، نحافظ على نومنا، نحافظ على المية، على شرب المية كتير جدا. لازم نحافظ على حاجات كتير قوي في حياتنا. لو حافظنا عليها صح وعاملنا جسمنا بذكاء كل حاجة هتبقى كويسة. نشوفكم الحلقة الجاية.